وقال عطاء النسل أي الحيوان. نسلين سن حيوان جي ريغرتي سابوتا أنا قتنجي. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابي مليكة ترفعه قال بغض الرجال لا يرد القاسم. وقال عبد الله حدثنا سفيان حدثني ابن جريج عن ابي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ما سمعت ان تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء الى قريب. أنكتشتو في حدثنا ابراهيم بن موسى اخبرنا هشام بن جريج قال سمعت من ابي مليكة يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا خفيفة خفيفة في قولي قد كذبوا يتا آلا خفيفة تنجي شدي خن قبل ذهب بها هناك. قال ابن ابي مليكة جغدا ذهب ابن عباس عبد الله بن عباس نديمه بها آية خنان هناك آية بقرة ديمه يجون وما آية خنان أي فهم ابن عباس من آية سورة يوسف ما فهمه من آية البقرة يجو مانان عبد الله بن عباس تناني قمس الديمه يجون سي مانان وما آية سورة بقرة رافامه خناس الرافامه لكنه وظنوا إساني هذا أنهم قد كذبوا دوبا أمني الجواني سني هذا أنهم قد كذبوا لبون تينيا ظنوا أي كذبتهم أنفسهم حين حدثتهم بأنهم يسرون على إعادة الضمير في ظنوا وكذبوا إلى الرسل أمني الجواني سني هذا خجب سيفا من يوغان أمو أمني كفاراني هذا إرقوان كجبني جيش مانان عبد الله المباس وما يتبقر الرافامي سورة نخيستي ساعة خنا الرافامي مالو نزل من استبطاء والاستبعاد لكون الاستفهام في متى نصر الله للاستبطاء فهما متناسبتان في مجيء النصر بعد الياس والاستبعاد. نصري نراتو نصري فقيفتشو لكنه متى نصر الله جنجري يوم ربي نوتم ساقو سنجن على إن نصر الله قريب جنججو أما خني سكسي مانان ساجئتي وما سن الرافام خنا راس الرافام لمانان. وتلا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله على إن نصر الله قريب. بيان سورة يوسف كيس آية جرتو خنا راني فامي وما آية بقرار رافامي أي فهم ابن عباس جيراتو من آية سورة يوسف من آية سورة يوسف ما فهمه من آية البقرة جدا. آية فقال يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله على إن نصر الله قريب. آية فلقيت عروة بن الزبير فذكرت له فلقيت خجل أمي بملائكات عروة الزبير نكون نمي فذكرت له ذلك دوبة نين مي فيجي مخففة يلغدو كذبوا جاني قالوا خنانين مي فيجي قالت قال هو ملجي عائشة نكيت تجي معاذ الله منكرة على ابن عباس يلغدو قال عبد الله المباس إنكار توتاتين والله ما وعد الله معاذ الله ربي ما جنجت تجي والله ربي إنك خده ما وعد الله رسوله ربي الرسول ساتي وأنبال لمن يتجي من شيء قط واتكل إلا علمه يا رسول سنبيخ ملي أنه كائن قبل أن يموت بعلمني ربي سنتها وصندوني أرجان سلالة ولكن لم يزل البلاء أمو كان أجن ملي مقرن دي من يتجي للرسل إرقوان الرا حتى خافوا أن يكون من أنك معهم صداتنتي أن يكون تهو من معه من المؤمنين وقت نمون نساني وجين جنو من الرا يكذبونهم إسان كخجب سيسان تو فكانت تقرأها عائشة كان قرأت تاته وظنوا أنهم قد كذبوا جت مثقلة زال جبي ستيجي باب نساؤكم رسول لكم فاتوا رسلكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. حدثنا إسحاق بن أخبرنا نشوميل أخبرنا ابن نون النافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه. قرآن الرانجر وتتي إن دبت جان
فأخذت عليه يوما قياتك إسار كتين كبيجي فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان حتى يبرق منه ننقى قرآن رارا وتت فأخذت عليه يوم من جيتشون قرآن نين كبيف جيتشو أمسكت المصحف وهو يقرأ عن زار قلبي قرآن كبيف على النفزين كرون سورة بقراني كريجي حتى انتهى إلى مكان هنگا بوتا تكا قوت قال وهو بوتان سن قوله تعالى نساؤكم حرث لكم هنگا كتب الورد هنا وخنا قال وهو قوله تعالى نساؤكم حرث لكم يتان دوبك جيج عبد الله الممر تدري فيما أنزلت أتدري قولي ساعة أنا بيتنا وان كيسبوتنا عن جيجي قلت لا إن بيخون جيني قال أنزلت في كذا وكذا ربنا كان خيسبوت وانا كان خيسبوتنا عن جيجي ثم مضى في قراتي ساد دبرجي وعن عبد الصمد حدثني أبي حدثني أيوب والنافع بن عمر فأتورثك والناشط قال يأتيها في قال كجيجا علم عمر ياتيها يسيرد فياتيها زوجها غدا جارسي سي غيستي ياتيها جارسي سي يسيرد في جيت ما يسمى مظروف فعرف جريد بدني مجرور دي سن نجرا لما نرار كان ولا ياتيها في الفرج جيتا فرجي سي غيستد فادا مالي بلا ربي لوركي الفرج بلا غدا رواه محمد بن يحيى بن سعيد عن أبي عن عبيد الله النافع بن عمر حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان بن المنكدر سمعت جابر رضي الله عنه قال كانت اليهود تقول إذا جاء ما من وراء جاء الولد وأحوال فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم باب وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعدلوهن أن ينكحن أزواجهن عبيد الله بن سعيد حدثنا أبو عمرو لقد حدثنا عباد بن راشد حدثنا الحسن قال حدثني ماقل بن يسار قال كانت لي أخت تخطب إلي أبليتين إذا كتقطوه بني لرا خرتم تتاتي وقال ابراهيم يونس عن الحسن حدثني معقل بن يسار حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا يونس عن الحسن ان اخطب معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها تنقضت عدتها فخطبها فابى معقل فنزلت فلا تعدلون ينكحن ازواجهن باب والذين توفون منكم ويذرون ازواجهم يتربصن بانفسهن 4 اشهر واشرا الى قول والله بما تعملون خبير يعفون اي يهبن اسني خنن جيجو حدثني أمية بن مستعمل حدثنا يزيد بن زريع عن أبي بن أبي مليكة قال ابن الزبير قلت لعثمان بن عفان والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها فلم تكتبها عثمان بن عفان ننجي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا غنا قال ابن الزبير كجي قد نسختها الآية الأخرى آية بيرو السابقة آية سيدنا الدبري الشارع لأني 4 أشهر واشرا خجو شاري فلما تكتبها مالي كتب دا ونتو شارم تجرتي أو تدعها ينجينجي أو قال لما تدعها تكاو ما ديفتان جينجي مكتوبة في المصحف كتاب خيسة كتبمتو على تاتي ما ديفتان جيني أكس قد قال عثمان نانجيجي يا ابن أخي يا المبلي سهي يا جيجي لا أغير شيئا منه من مكانه أن القرآن الروان تكبوتا سار رانجيجيرو أكسمتين أركاني سكسمتين دي سمالي ودي ربي ماليف حكمي سي شارع كراتي دي سوف أكا سواب كراتي رتركتني في ربين مال جيجور راركا نما ترتيب نهاية أخن توقي فيلا أكما دفت رسول الله ديم نمالي جيجيرون تندينيولا آية حدثنا إسحاق حدثنا هارون حدثنا شبل بن أبي نجينا مجاهد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب دوبا كجي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال راوينا كجي كانت هذه العدة إدان تني تعتجي تعتد عند أهل زوجها ورجال سيبرتي إدى لك وجل واجب واجبة تعتجي
فأنزل الله الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف قال جعل الله لها تمام السنة. قال دوبا مجاهد كجي جعل الله لا ربي انتلو إدى لك وتصني ابن قدجي تمام السنة في الآية الأولى أكل بجوب غدو آية الدراء وصية كجوس كيست تمام السنة قوتو أمتا 7 أشهر و20 ليلة باتي تربا في هل كان دي دم وصية بحسب الوصية لا الوصيات قد في إجي إن شاءت سكنت يوفي وصيتها تنتقل وصياسي سن كيسا وإن شاءت خرجت يوفي تنباتي إجي وهو قول الله تعالى خير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم. باتي أبري بلتقل نقول رافونا آية دوبا سنكونو يتربي تيجي غير إخراجين أتشيغا بافم ملجي فإن خرجنا فلا جناح عليكم. يوي في خباتو تاتي مو ما سيان سنة تنجل تجي فالعدة كما هي واجب عليها. فالعدة وهي أربعة الأشهر والعشر جت بغدو إدان وهي جتان إدان سمبرت الأربعة الأشهر والعشر باتين أفرادي بقيان قرنن كما هي أكما إسين جلتوتي واجب عليها إسر واجب جيجي يعني وبابا غدا أن العدة الواجبة عليها عند آل زوجها هي الأربعة الأشهر والعشر الزائدة إلى تمام الأول هنا إدام باتي أفري ببلتي خلاني طور رجال سابر الله كاوتو جيجي أما هذا يدل خمال نوكا جيلتو يندوبا خنوكا جيلتو مجاهد نسخي آية خنان شارو إيادو جنني لا يرى نسخ هذه الآية أعني قوله ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم لا إني كن إشارة من جابر ومجاور كان جور رأي وحاصل المعنى وحق الذين يتوفون عن أزواجهم أن يوصوا قبل أن يهتدروا وصوص خرانيت المبنى ورسانيت الآمو أما تقوتوا نفقاهنا وككناتي خنا وأنا كناتي خنا اسم منسون يبول أبو ماس وكان ذلك في أول الإسلام كافة دلاتي إيقسي ديبير ربي بقوله تعالى 4 أشهر و10 على الشهر نفقان الديبتيتي شارمتي إرسيلان انتلتي يوني لما يجد يسون المان قباتي سمنا دالتي يوني في المان قباتي باتي مو يصير ربا دالتي وهذا عند جمهوري غير مجاهدين جمهور ردوا لما بلدت هنا أكخنا مجاهد من تهم ملي مجاهد مو إشارة من إيجا وسياس مجرت ملي تمام السنة سنة ما أمن نقوتو مي أمتا قوتو باتي أمري قلتي خلان إدى لقل إني باتي تربا في قويا ديدم وسيا لقل أكا يادا سات إشارة من إيدا ونسري متيجا جمهور لما كان رنجلني آية زعم ذلك قال شبل يجبر هذا شبل كجي زعم نبي نجيهن علمي بي نجي يجي ذلك دبي أما دبني رد برتنا أم مجاهدين عن مجاهد راوي أنا مجاهدين قرأ حال مجاهدين راودي ساته كان يجي وقال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الآية عطاء مو كجي عبد الله بن عباس نجي آية خنا تشاري جي عدتها عند أهلها باتي أفري بلتي خلان كجو خناتو إدى إسي ورساني برت لكا واتسن شاري ورجار سابرت فتعتد حيث شاءت بكا فيتت إدى لكا واتجي وهو قول الله تعالى غير إخراج وهو ناسخ برغات لا لما سيبتي دي بكتنا نخسخت هذه الآية كغنا دبچو تاو خنا آية نيني نما غنا دبچو تاو آية نما غنا دبچو تاو شاري إدى سيخ ورجار سابر لكا واتسن بكا فيت لكا واتي وهو آية ني شاري سن كنين جيسن جيچو قول الله تعالى جيچ ربي تيا غير إخراج من أبا فم ملجي قال عطاء من أبا سودور كملي في بات الأور كامت
منا بافم ملج ربين قال عطاء عطاء يكجي مفسرا لما رواه عن ابن عباس جتان حالوان عبد الله المباس الراودي فسراتين إن شاءت اعتدت عند أهله آلين مجابر يوفي تلقى والتيجي وسكنت في وصيتها وسياسي غيثت تيسيجي وإن شاءت خرجت يوفي تنباتيجي بقول الله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلنا مات مفسرا لما رواه عن ابن عباس يشربي خينياك بالنجي فلا جناح عليكم فيما فعلنا جتشوخنا لدلالة على التخيير جيل أنهم تخييرا نغجل شاجي قال عطاء عطاء دوبا ديبي ما سكجي ثم جاء الميراث يغسي ميراث رفيت في قولي تعالى ولهن الربع مما تركتم جتشو خيسك رفيت فنسخ السكنى سكناس جار سبيرة ورا جار سبيرة تاوس شارع وتركت الوصية تبرغت وصياسنا كسدي فمتاجي فنسخ ثم جاء الميراث في قوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن ميراث خنا خيسك بفيتي سكناس شارع وتركت الوصية يتان وصياس دي فمتاجي فتعتدوا أكاسين جو فتعتد حيث شاءت بقى فيت إدى لك وتجي ولا سكنى لها هنو مني سنتي سيفنتان يسكنان وعن محمد بن يوسف حدثنا والقاون من نبي نجينا مجاهد بهذا حديث مريم دبر خان انجيچو وعن نبي نجينا أن أتينا ابن عباس قال نسخت هذه الآية أكجي جن عبد الله بن عباس ماس آية خنا شاري جن عدتها إدى إسيلا في أهلها والرجال سابرة خلق وتسن فتعتد حيث شاءت لقول الله غير إخراج آية نحوه حدثنا فقاتم وانا جيسر مسلم بن عون محمد بن سيرين قال جلست إلى مجلس فيه عزم من الأنصار دوبنين تايج في مجلس قولي تيسودا فيه إسا خيسا عزم إيه أزماء قولي قل قدان أنصارا جيرو توقو وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى فالين كخيس جيران فذكرت حديث عبد الله بن عتبة في شأن سبيعة بنت الحارث فقال عبد الرحمن أقوهن عبد الرحمن جيجي ولكن عمه أمو أدير عبد الله الموت باخن كان لا يقول ذلك هو عبد الله بن مسعود جتان دبير نجوتنا نجو جيجي سبيعة خيست وان نجوتنا فقلت أقوهن جيجي إني لجريء أني جينا وعدان جيجي إن كذبت على رجل يوني كجيب نما في جانب الكوفة مقا كوفا خيس جرورا كجيب أن جينا وعدان جي إن كان فردون جيجي أراد بي عبد الله بن تباب عنيت ورفع صوته سقلي سأول فرتجي قال ثم خرجت أراد به عبد الله بن متبة كوتا في جانب الكوفة خجريسة ورفع محمد بن سويس لنكو سقلي سأول فرته قال نجيجي ثم خرجت إيغن عنين بي فلقيت مالك بن عامر أبو أتيا خجرنين كنمي أو مالك بن عوف شك من الرأي قوتا تقاو إسانين كنمي قلت نجيجي كيف كان قول ابن مسعود نجيجي عبد الله بن مسعود كم تنجيني المتوفى عنها زوجها انت لو جارس الراديو خيست وهي حامل حال إسين قرا قبدون فقال دوبا كجيجي مالك بن أوفي قل قال ابن مسعود عبد الله بن مسعود نجيجي أتجعلون عليها التغليظ سبو إسن جبي إسين سنر قوتني جيجي ولا تجعلون لها الرخصة أي طول الإدة بالحمل إخا يوغرا كبات أمتا تيسي وريو فتس باتي سقل فتيسي دوبا خنا إسين رقوتني ولا تجعلون لها الرخصة رخصة إسين قوتني جيجي ويخرجها من الإدة إذا ودت لأقل من 4 أشهر و10 يوباتي أبري ولتخرني قد التس إدار رابو خنا سنغوتني هيسن الرجبي ستني جيجي لنزلت سورة النساء القصرى بر سوران نسائي
قبابدو تتاتي سورة الطلاق دي بوتجي بعد الطولة. وقال أيوب ومحمد إيه سورة بقرات لا آية لقيت أباتية مالك بن عامر إني كان جيجا يعني لم يشك فيه جتان يعني لم يشك فيه جيجا لقد باب حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثني عبد الرحمن حدثنا يا بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق حبسونا صلاة الوسطى غابت الشمس ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو أجوافهم نارا شك يحيى. باب وقوموا لله قانتين أي مطيعين. حدثنا مسدد حدثنا يا اسماعيل بن ابي خالد الى حارث بن شبير عن ابي عمرو عن ابي عمرو الشيباني يزيد بن ارقم قال كنا نتكلم في الصلاه يكلم احدنا اخاه في حاجته حتى نزلت هذه الايات وحافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين فامرنا بالسكوت وبقول الله عز وجل فان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال ابن جبير كرسي أي علمه جتشو لجي يقال بسطة أي زيادة وفضلا جتشو لجي أفرق أي أنزل ولا يؤوده أي لا يثقله جتشو لجي أدنى أثقل آدني بكرسي ساجن المتاقة غير بيو مسألة بريدة آدني أقوجان أثقلني نور فيس جتشو والآد وليد متاتي قال رجعلتي ملت رجعلت جرى ولا علمتين وسلمتي والآد والأيد آدي في أيد القوة جبين يجتو السنة سنا جتو أي نعاس مغاتي جتو لم يتسنى أي لم يتغير جتو فبهت أي ذهبت حجته حجان سادرا بمتيلا خاوية أي لا أنيس فيها بوريخ خيسنجر جتو عروشها أبني إسي جتو ننشرها نخرجها إسي كتباب نجتو إعصار أي ريح عاصف اللي سبب بسجتو تهب من الأرض إلى ذكر على السماء سمي تبوب بتجتو كعمود فيه نار. أكوتبا بدي خيسجرو وقال ابن عباس سلدا أي ليس عليه شيء جتو. وقال أكرمة وابل مطر شديد روبجا باجتو الطل أي الندى أتت جتو وهذا مثل عمل من مثال المؤمن دلقا مؤمنات يتسنى أي يتغير. جتو راجل حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف إذن كتت جتو قال يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي الإمام ركعة وتكون طائفة بينهم وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا فإذا صلى الذي معه ركعة استأخروا مكان الذي لم يصلوا ولا يسلمون ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين فإن كان خوفه أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. قال مالك قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. تمر بولا تفسير وياي بابا كتك تك ريخ سلالا